السمكه دي كانت سمكه لوحدها؟ سمكه واحده هي. بص هي ده لما سيدنا موسى كان ماشي في البحر، ضرب البحر فاتشقت نصين سمكه موسى، بس دي كلها كانت سمكه واحده كده. دي عين اهي، العين الثانيه اهي. اعتقد لو السمكه دي بتتكلم كانت بصت له كده وقالت له الكلام ده كله عني انا يا عمو. انا اول مره اسمع الكلام ده، السمكه هي اللي هتقول له كده. قصه سيدنا موسى مذكوره في كتاب الله. سيدنا موسى كان فرعون بيطارده وضرب بعصا البحر، فربنا عز وجل قال فكان كل فرق كالطود العظيم. قصه صحيحه، لكن كونه ان لما ضرب العصا في البحر شقت السمكه دي، عشان كده سموها سمكه موسى، الكلام ده ما أنزل الله به من سلطان، ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليه النوع ده من السمك بس اللي اتشق نصين؟ ما أنا بقول لك ربنا قال فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني انشقاق البحر كان انشقاق هائل، كان في أنواع كتير من السمك. اشمعنى السمكة دي؟ كان كلامه صح، كان هيبقى في أنواع كتير من السمك مشقوقة نصين. ثم في حاجة تاني. فرعون بيجري ورا سيدنا موسى، وسيدنا موسى ضرب بعصا البحر وفي معجزة حصلت وآية كبيرة وحاجات زي كده. أنا كسمكة ذنب أمي إيه أتشق نصين؟ اعتبر إني أنا السمكة، يعني أنا ماشية في أمان الله في البحر، ذنب أمي إيه أتشق نصين؟ ده ظلم، وربنا عز وجل لا يرضى بالظلم. عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ديننا الإسلام أرقى من ذلك بكثير، إن دين حكيم. حتى تلاقي القصص والروايات اللي النبي قالها صلى الله عليك يا رسول الله قصص عليها القيمة، قصص تليق بالإسلام. إن بريء من ذلك. ربنا يبارك في بيعك يا عم الحاج الجميل. انت راجل جميل وعظيم، بتحاول تاكل رزقك بالحلال، لكن القصة دي ملهاش علاقة بموضوع سيدنا موسى، ودي مش سمكة سيدنا موسى، دي سمكة عادي ماشية في البحر، انت واحنا بناكلها. السلام عليكم.